يا بنات عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه النصف من شعبان النهارده. ربنا يعود علينا يا رب بخير وعليكم. النهارده مع بعض هنعمل رز بلبن. هنعمله بطريقه كده مختلفه، يعني بطريقه المحلات اللي بره. هنشويه تحت الشوايه، هنعمل له وش كده تحت الشوايه. تعالوا نشوف كده هنعمله ازاي. بنات انا مليت كوبايه من دي لان الجزء ده ما اتصورش، معرفش ازاي هو الفيديو طلع لوحده. فانتي هتملي كوبايه ميه زي دي كده خلاص، وهتحطي فيها معلقتين كبار من النشا اللي هي معلق الاكل دي، خلاص معلقتين كبار من النشا وهتدوبيهم كويس في الميه، وبعدين هتدلقيهم هنا خلاص. وكوبايه من السكر او كوبايه الا ربع من السكر لو انتي ما بتحبيهاش مسكره قوي خلاص. وفضلت اقلب فيها كده، وطبعا النار تبقى متوسطه زي ما انت شايفه اهو. وكمان الرز، انا مش عارفه والله ازاي هو متصورش، لكن مش مشكله يعني، قدر الله ما شاء فعل. الرز يا جماعه تبقوا غاسلين نص كوبايه من الرز خلاص، ونقعينها حوالي برضو نص ساعه او ساعه الا ربع، لحد ما تحسي ان الرزايه كده بشت معاكي، عشان هنا ما تاخدش سوا كتير خلاص. وهتنزلي بيها بعد ما تصفيها، تنزلي بيها هنا كده مع اللبن مع السكر مع النشا وتقلبيهم كويس. هنحط دلوقتي ايه سنه فانيليا، حاجه بسيطه قوي قوي، وارجع تاني. ماشي يا بنات، احط كده الفانيليا بتاعتي، يعني تقريبا كيس كده اهو، كيس واحد بس خلاص اهو. اهي بدأت تتقل معايا اهي. انا هحطها تحت الشوايه بعد ما تكون تماسكت، وبعدين هسيبها حوالي نص ساعه لحد ما تبرد، وبعد كده هتدخل التلاجة تقعد لها حوالي ساعتين او 3 ساعات لحد ما تتماسك تماما. وبعد كده بقى بالهنا والشفا ترشي عليها شويه زبيب مع شويه سوداني، اي مكسرات متاحه عندك. ولو حابه كمان ان انتي تحطي جوز هند مفيش مشكله، انا هحط برضو شويه معاكم كده. دي نص كوبايه من جوز الهند المبشور ناعم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وما مشيش من قدامه يا بنات، يعني ايه، افضل واقفه كده ملازماه علشان ما يتحرقش مني اهو. القوام بتاعه كده بقى ايه، شبه البشاميل الخفيف شويه. انا محتاجه ان هو يتقل كمان شويه، وبعدين ارجع اوريكم النتيجه عامله ازاي. شايفين يا بنات كده بعد ما الرز تقريبا خلاص كده استوى اهوت، شايفين القوام. هعمل ايه بقى الخطوه اللي جايه، ودي اختياري، لو مش متاح عندك قشطه فمش هتحطي. بصي يا ستي، هاخد كده معلقتين كده من القشطه زي ما انت شايفه كده اهو. ده اختياري يا بنات، يعني لو مش متاح قشطه خلاص مش مشكله، ما توقفيش نفسك. بس كده لحد ما تدوب، وهطفي عليها يا بنات كده. تعالوا بقى نصب كده الرز اللبن بتاعنا في الكاسات دي ولا في الاطباق دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجه قدامكم اهو يا بنات. انا ليه حطيت في الستانلس ده؟ علشان يستحمل يا بنات حراره الشوايه، لكن لو مش متاح وعندك ازاز ماشي، بس هتضطري ان انت تحطيه في النص علشان الطبق بتاعك ما يحصلوش حاجه ويعمل مشكله، لو الطبق ازاز يعني او كريستال او ايا كان بقى اللي بتحطي فيه اهو. خلاص هدخله كده الفرن تحت الشوايه لحد ما يحمر خالص، وبعدين ارجع اوريهولكوا تاني. كده الرز بتاعي بعد ما طلع من الفرن خد حوالي تقريبا 10 دقايق كده تحت الشوايه، وكان بالشكل ده جميل مش كده؟ ارجو منك الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل من ايديكي. ارجو يكون الفيديو عجبكم. شكرا يا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.